السلام عليكم. فيديو النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم السوسيس اللي نشتريه وإحنا نقدر نعمله بطريقة سهلة ونضمن جودته ونظافته. يلا بينا نسمي الله ونبدأ ونشوف المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. أول حاجة معايا نص كيلو من صدور الفراخ المخلية، أو ممكن تستخدمي نص كيلو من شرايح البانيه زي أنا ما عملت كده، وغسلتهم كويس ونقعتهم في محلول النقع لمدة 10 دقايق، وغسلتهم بمية نظيفة وصفيتهم كويس قوي من المية، ونشفتهم بمناديل مطبخ عشان اضمن ان مفهومش اي اثر للمية. وببتدي بقطعهم لقطع صغيرة. يفضل قبل ما تقطعي شرايح البانيه بتحطيها في الفريزر مدة 10 دقايق او ربع ساعة، وبعد كده بتخرجيها بتتقطع معاكي بمنتهى السهولة. وبعد ما قطعتهم لقطع صغيرة هاخدهم في الكبة وافرمهم فرم ناعم جدا لغاية ما يكونوا زي العجينة. وبعد ما فرمتهم ونعمتهم كويس بشيل العروق اللي موجودة فيهم، هتلاقوها زي الخيوط البيضة كده، دي الأوتار أو عروق دهنية بتكون موجودة في مفروم الفراخ، ودي خطوة مهمة جدا عشان المفروم يكون ناعم ومتجانس، وكمان عشان الطعم يكون أحسن. لو فضلت في مفروم الفراخ هتلاقوها وانتوا بتاكلوا بتشد والطعم مش أحسن حاجة. ودلوقتي معايا نص قرن من الفلفل الأحمر وأربع أو 5 فصوص توم، هاخدهم وأنعمهم وافرمهم كويس جدا، دقيهم بالهون أو ابشريهم بمبشرة أو حتى خرطيهم بالمخرطة، أهم حاجة تنعميهم جدا. ضفتهم لمفروم الفراخ وهضيف دلوقتي التوابل، هسيب كل المقادير في صندوق الوصف. التوابل اللي بضيفها معلقة صغيرة من التوم البودر، بصل بودر، بهارات فراخ، بابريكا، ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل، الفلفل الاسود، نص معلقة صغيرة ملح، ومكعب مرقة. وبضيف عليهم بيضتين واربع معالق كبار من النشا، وهضيف معاهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، واخر حاجة هضيفها نقطتين من اللون الاحمر الغذائي، وده عشان السوسيس بتاعنا يكون لونه زي لون السوسيس اللي بنشتريه بالظبط. مش عايزة تضيفي لون مفيش مشكلة، هيطلع لونه فاتح شوية بس هيكون طعمه هو طعم الجاهز اللي بنشتريه. وبضرب وافرم كل المكونات ديت مع بعض لغاية ما يختلطوا كويس، واثناء الخلط بوقف وبالمعلقة كده بقلب وبجيب من تحت لفوق عشان كل المكونات تختلط كويس وتتجانس مع بعض. وبعد ما ضربت وخلطت كل المكونات وبقت عجينة متماسكة سهلة التشكيل، بجيب طبق وبدهنه بالزيت، والمعلقة اللي هستخدمها بدهنها بالزيت، وده عشان الخليط ما يلزقش فيهم. وبضيف للخليط معلقة من الزيت واعجنه بيها كويس عشان يتماسك اكتر ويكون سهل التشكيل. وبغطي عجينة السوسيس واسيبها في التلاجة مدة نص ساعة تتماسك وتشمع، بعملها زي معاملة الكفتة بالظبط، لازم بنسيبها ترتاح قبل التشكيل. طيب لو لقيتي العجينة ملمتش معاكي ومش متماسكة، بتحط لها معلقة أو معلقتين من النشا وبترجعي تضربيهم كويس مع باقي المكونات، هتظبط العجينة معاكي. عشان كده بقولكوا لازم الفراخ بتكون متصفية وناشفة كويس ما فيهاش مية عشان تلم معاكي وما تحتاجيش تزودي نشا. وبعد نص ساعة خرجت العجينة من التلاجة وهبتدي أشكل السوسيس. بحضر المكان اللي هشتغل فيه، جبت بلانشة، ممكن تستخدمي صينية مستطيلة بس تكون كبيرة تشتغلي عليها، وبفرد كيس بلاستيك بدهنه دهنة خفيفة بالزيت، والصينية اللي هسوي فيها السوسيس بديها دهنة بسيطة بالزيت. ببدأ في تشكيل السوسيس. أول حاجة لازم بكون دهنة ايدي بالزيت، وباخد قطعة من العجينة على قد ما أنا عايزة حجم السوسيس، يعني بصغره أو كبره زي ما انتوا عايزين، وببتدي بضغط عليها وبعجنها في ايدي الأول، وبحطها على الكيس البلاستيك وبقفل عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وببتدي بزق فيها بإيدي على ناحية قفلة الكيس بالشكل ده، هتلاقوها بتشكل رول، والكيس بيساعد على انها تتشكل بسهولة، وكمان بيساعد على ان السوسيس يكون ناعم
وبعد ما شكلته بقى بالحجم اللي انا عايزاه ببتدي الفه على الكيس عشان يتشكل رول مظبوط ويكون شكله حلو ومنتظم. مفيش اسهل من كده. هعمل واحد تاني معاكم. باخد قطعة وبعجنها وبدمجها بين ايديا وبحاول ان كل القطع تكون متساوية قد بعض عشان السوسيس اللي هعمله كله يكون بحجم واحد. وبحطها على الكيس البلاستيك وهتنيه عليها بطبقه بالشكل ده وببدأ بإيدي بزق فيها على ناحية قفلة الكيس وإيدي التانية زي ما انتوا شايفين كده مثبتة الكيس عشان ما يتزحلقش يفضل ثابت. ونسيت اقول لكم على حاجة، بكون دهنة البلانشة قبل ما احط عليها الكيس خفيف كده بالمية او بالزيت عشان الكيس يفضل عليها ثابت وما يتزحلقش. وممكن بدل ما بتستخدمي ايدك بتضغطي بيها بتستخدمي مسطرة او بظهر سكينة بتضغطي وبتزقي بيها العجينة. بس الحكاية مش مستاهلة، يعني زي ما انتوا شايفين بايدي اهو بيتشكل وبيطلع معايا زي الفل. رصيت السوسيس في الصينية وبراعي اني بخلي مسافة صغيرة بين كل واحد والتاني. ببدأ دلوقتي اقفل عليه بالاسترتش الغذائي، بلف واقفل عليه كويس قوي. وبعد ما بلف لفة برجع تاني اقفل عليه مرة تانية بطبقة تانية من الاسترتش راب. لو ما عندكيش الاسترتش ممكن تستخدمي الاكياس الحرارية تقفلي بيه عليه. اهم حاجة بتقفلي عليه كويس عشان هيتسوى على البخار، لازم نضمن ان البخار ما يوصلش للسوسيس. وانا مجهزة حلة على النار فيها مية حوالي نص الحلة كده، والحلة مقاسها مناسب للصينية. اول ما المية بتغلي بحط الصينية على الحلة وبغطي عليها بغطا حلة يكون حجمه مناسب ليها ومقفل عليها كويس. بتكوني حريصة ان الصينية ما بتلمس المية في الحلة، هي بتتسوى على البخار اللي بيطلع من المية وبتسيبيها على نار متوسطة مش عالية مدة ربع ساعة مش اكتر من كده. وبعد ربع ساعة بضغط على السوسيس بلاقيه خلاص بقى متماسك واستوى. بطفي النار خلاص كده استوى وبفتح عليه الاسترتش وبسيبه كده يتهوى مسافة 10 دقايق. وده بيكون شكله زي ما انتوا شايفين. انا بضغط عليه هو خلاص متماسك ومستوي ولونه بيفتح معاكي بالشكل ده، لونه وشكله زي الجاهز بالظبط واحلى. شايفين طري وجميل ازاي؟ كفاية انه معمول بايدك ضامنة نظافته وجودته. طبعا السوسيس من الاكلات اللي ولادنا بيحبوها وسعرها بيكون غالي، فبنعملها بنص كيلو من صدور الفراخ. طريقة سهلة وبيديكي كمية كبيرة، نص الكيلو عمل كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين. دلوقتي انا بقطعه شايفين متماسك وجميل، ريحته جميلة جدا وطعمه زي الجاهز واحلى 100 مرة. طبعا بيدخل في اكلات كتير، ممكن نعمله سندوتشات تقطعيه وتحطيه في السندوتشات وعليه الكاتشب والمايونيز، او بيتحمر بمعلقة سمن او بيتعمل بالبيض وبيتحط في الحشوات صواني الجلاش وحشوات البيتزا بيكون جميل جدا. وهنا بحمر كام واحد في معلقة سمن عشان اوريكم انه متماسك وعلى النار مش هيفك ولا يسيح معاكم وطعمه بيكون جميل جدا. جربوه انا متأكدة انه هيعجبكم. طريقته سهلة جدا وموفر عن الجاهز اللي بنشتريه. تعمليه وتحطيه في علب محكمة الغلق وتحطيه في الفريزر، بتخرجي منه وقت ما تحتاجي تعمليه سندوتشات للولاد. حاجة جميلة ونظيفة. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى يعجبكم. أسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.